هي انواع اليوجا يا غاده؟ بصي، هي اول ما ابتدت حاجه اسمها هاثا يوجا، اللي هي اليوجا اللي هو فيها حركات محفوظه. لازم هعملها كل مره، كل يوم مره الصبح، يعني عدد مرات معين الصبح وعدد مرات معين اخر النهار. وهي شبه شويه حركات الصلاه بتاعتنا، بس هي بتشغل فيها المفروض كل العضلات الاساسيه بتاعت الجسم. فالمفروض لو انت عملتي الحركات دي الصبح بعدين عملتيها تاني بعد الظهر، كانك كل بنسميها الميجر ماسلز، تبقي حركتي كل العضلات الرئيسيه في جسمك. معنى كده ان الواحد يقدر يمارس اليوجا لوحده في البيت؟ تقدري تمارسيها لوحدك طبعا. وبعدين هو احنا بنقول كمان ساعات ان اليوجا واي اوف لايف، يعني هي طريقه حياه. ليه؟ هو اليوجا مش بس رياضه، لا، هو اليوجا بتيجي تعملي حركه بتركزي في نفسك قوي، كانك بتهدي الجهاز العصبي، بتمسكي الحركه وانت بتتحركي، بتدخلي النفس مثلا وانا كده، وبعدين وانا بلف بطلع النفس. فكل ده بيشتغل على الجهاز العصبي، لاني قاعده باخد اكسجين بالراحه قوي، فده بيعمل ايه؟ بيقلل الادرينالين في الدم. فلما باخد اكسجين كتير